طبعا فرحة العيد ما تكملش غير بكحك العيد، ومعانا النهارده الشيف منال سيد. منورانا يا شيف منال، اهلا كل سنة بيكي وانتم معانا وكل طيبين. سنة وانت طيبة. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية. النهارده احنا بنقدم الكعك والبسكويت والبيتي فور، طبعا الحاجات الجميلة دي وكمان حاجات حلوة، ونقدر نطلع منها حاجات كتير، يعني أشكال الكعك كتير وحشواته أكتر. البسكويت طبعا برضك أشكاله كتير برضو، وعندنا البيتي فورات الغريبة. طبعا والغريبة والغريبة دي أهم والحاجات حاجة. الجميلة بتاعت العيد. طبعا. منال، عشان انجح كحك العيد في البداية وحافظ على نعومة. النعومة بتاعته زي ما احنا اتعودنا عليه، زي كده يعني بص ارجع هو كده اول ما ادوقه كده اقول الله ده زي كحك هو عم بصي، جدتي. كعك العيد دلوقتي كان زمان بيتعمل بطريقة اللي هم كانوا بيجيبوا السمنة وبيعملوا بيقدحوا بيقدحوها، السمنة ايوه وبيجربوا عشان يعرفوا السمنة اتقدحت ولا لا. بيجيبوا حتة عجينة صغيرة ويحطوها في السمنة، وأول ما العجينة دي تبقى حمراء لونها محمر كده، خلاص كده السمنة مظبوط. بنحط الدقيق بتاعنا وريحة الكعك ونعمل الخميرة على جنب. ما كانش دلوقتي زي دلوقتي احنا بنعمل بالبيكنج باودر وخلاص على كده. بالظبط. لا، احنا بنعمل الخميره بتاعتنا طب لو وبنقلبها. انا واحده واحده كده عليا يا منال، انا معاكي. لو انا عايزه اطلع الكحك بتاعي زي بتاع زمان، زي بتاع زمان هقدح بالظبط. له السمنه اه. وهبتدي اعمل زي زمان ما كانوا بيعملوا. قولي لي المكونات. مقادير كده بس ماشي. يعني بكميات صغيره. بكميات صغيره، احنا بنحط على الكيلو دي نص كيلو سمنه، ولو عايزاه ناعم شويه يبقى 600 جرام سمنه. تمام كده. وبنحط عليه معلقتين سكر، وبنحط عليه معلقتين معلقه واحده خميره. تمام. احنا بنقول المقادير بتاعت هنكون زمان. مخمران من خمرنا، عاملينها هي بيقولوا عليها ايه، حته خميره زي عين عين الجمل الجمل، كده. اه. بالظبط. فبندوبها مع السكر وبنحطها على جنب. بس احنا عندنا الدقيق الاساسي بنحط له بردك معلقتين سكر. بنحط له ريحه الكعك او المحلب. بنجيب المحلب من عند العطار وبنطحنه وبنحط لا ده لا ده. ما تمام. حطلوش بيكنج باودر. لا لا لا، خلاص احنا بنتكلم احنا بقى على طريقه بنتكلم على زمان بقى. طريقه زمان. ايوه. اوكي. وبنحط السمسم. السمسم بيديله ريحه تحفه في الكعك. وبنبدا بقى ايه، نعمل نظام البس. نبس الدقيق. ندعك الدقيق ندعك بالسمنه بايدينا بالسمنه كده بايدينا، ونفضل بقى لغايه ندعك فيه ما لحد يتبس ما تمام. اه ما لغايه ما نحس ان الدقيق اتشرب نشرب من كل السمنه. السمنه. وبعد كده ننزل بقى باللبن. هو مقدار الكيلو دقيق 200 جرام 200 ملي لبن، عشان يبقى معايا ناعم ويكون معايا حلو كده. طيب الحشوات بقى، حشوات عندنا احنا كده ممكن بنحط الاول اللبن وهو دافي شويه، دافي شويه. ما يكونش ساقع. ايوه ما يكونش ساقع. ونبتدي بقى بعد كده نخلطهم. ما في حاجه تانية نعجنه. بتتحط كده على العجين؟ لا خلاص هو كده بس. كده عجينه الكحك وبسيبها طبعا تخمر بما ان هي حاجه فيها خميره. أيوة. فهسيبها تخمر شويه. بنخمرها مرتين، مره في الصاج ومره في الطبق. يعني مره قبل ما يعني نسيبها بعد العجن، نسيبها شويه تخمر. تخمر. وبعد ما نشكلها ونحطها في الصاج بنسيبها تاني تخمر. ايوه. بنسيبها تاني تخمر. او في الصينيه بقى لان ما بقاش في الصاج بقى. عندنا عجوه. عندنا ممكن نعملها جمل ساده وحاجات كده برضك في مكسرات، او نعمله ساده. سوى الكعك العادي درجه حراره 180. سوى الكعك المحشي درجه حراره 200. هنا بيفرق معايا. بيفرق في السوى، بيفرق في كمان درجه الحراره. في درجه الحراره. وبيطلع كده جميل جدا. احنا عندنا المنقاش بتاع زمان، احنا عاملينه هنا في الكعك اهو، جميل جدا. لا تسلم ايديك. النقشه باينه بتاعت زمان. بنعمل نقشه بقى بالمنقاش بتاع زمان بقى قد ايه. وعندنا كمان البصامه اللي احنا بنبصق بيها. دي المحلات كلها شغاله دي الطريقه القديمه. طب الجديده بقى لو انا عايزه اعمله في البيت، التيك اواي الجديد. انا بجيب برضك كيلو دقيق، بجيب معلقتين باكو بيكنج باودر كامل على الكيلو دقيق، معلقتين سكر، سمسم طبعا معلقتين، لان السمسم هنا ليه عامل اساسي في الكعك. هو اللي هيديله الطعم. هو اللي هيديله الطعم، وكمان بيبقى حلو جدا. انت بقى حابه تحطي محلب تمام، مش حابه يبقى ريحه الكعك شغاله حلوه جدا. بنحط برضك معلقتين صغيرين ريحه الكعك. واقدر ان انا اقلب المكونات. وهحط لبن برضو. اللبن دي مش دلوقتي في الاخر يعني الاول بقلب المكونات الجافه. بنحط 200 ملي لبن ده في الاخر بقى. وبنحط عليها السمنه. هنا في طريقتين، ممكن ان انت تسيحي السمنه شويه، وممكن تحطيها يعني تكون بدرجه حراره المطبخ. وبتحطيهم في العجان بتضربي كله بقى بعض. بكل المكونات.
اول ما يصبح معايا ايه الدقيق والسمنه كله اتشرب ببعض، ابتدي انزل اللبن 200 شويه جرام. بشويه. بس اهم حاجه العجن يكون يعني يكون مخدوم. يعني انت اسيبها في العجانه شويه لغايه ما تسيبيها في تتخدم. العجان شويه لحد ما تتخدم، وتاخديها تشكليها في نفس الوقت وتحطيها في الفرن بنفس الوقت. طيب فما بتاخدش معايا تخمير. بالظبط. لكن هل تطلع بنفس الطعم؟ بنفس تحفه يعني، ما شاء الله تبارك طيب الرحمن، حلو جدا. نتكلم بقى عن مقادير البسكوت. البسكويت احنا عندنا في طريقتين برضو للبسكويت، في بالزبده وفي بالسمنه. احنا هنقول بالزبده اللي انا عاملاها النهارده. انا جبت 800 جرام دقيق، عليهم 500 جرام زبده، تمام، عليهم 300 جرام سكر بودر. لو انت عايزه تقللي السكر دي بتاعتك انت، ممكن 250، بس انا حطيت 300 جرام. بمسك السكر والزبده بضربهم مع بعض مع لحد في ما العجان يبقى بالظبط، فوم او معايا. لو عندي مثلا خلاط ممكن اضربهم في الخلاط. وممكن كمان تضيفي عليهم 3 بيضات، لان انا ضفت ضفت على عليهم 3 3 بيضات. بيضات. اول ما الزبده والسكر عملوا معايا فوم، بنزل ببيضه بيضه ومعاهم 3 فانيليا، تمام كده. خلصنا البيض والفانيليا، انزل بالدقيق بتاعي. اول ما الدقيق بتاعي، بس احنا هنا الدقيق مع البسكويت احنا بنعمله باطراف صوابعنا، ما بنعجنهوش عشان ما يطلعش معانا عرق. احنا بس بنلم الدقيق بالمكونات بتاعتنا وبنبدا نشكل. يعني انا هنا شكلت بقمع وشكلت بمكنه البسكويت بتاعت زمان اللي هي اليدوي، تمام. طلعت لنا الاشكال اللي حضرتك شايفاها دلوقتي دي. طب الطريقه سهله لو جدا. انا ما عنديش المكنه اللي بتاعت هقطع، زمان هيبقى ممكن قمع. اعمل بالقمع. بالقمع اليدوي عادي، واجيب كيس واحط فيه الخليط بتاعي، لان بيبقى سايل شويه مش جامد، تمام. واقدر ان انا اشكل. يعني انا انا امبارح ما بحطش للبسكوت لبن. لا بحط له 3 البسكويت لا، بيضات. مفيش. ممكن لبن بودر، ده بتاع الزبده. احنا بنتكلم على بسكوت الزبده. لكن تعالي بقى على بسكوت النشادر بالسمنه، بنحط له لبن. قد ايه نشادر بقى؟ بنحط نشادر يعني معلقه. معلقه نشادر. معلقه نشادر على صغيره. احنا قلنا 800 جرام دقيق. ده 400 الزبده حضرتك، ده الزبده اللي احنا قلناه، ده الزبده. احنا هنخش بقى في البسكويت النشادر، تمام كده، اللي هو بالسمنه. طب الزبده انا ما بحطلوش نشادر. لا ما بحطش نشادر خالص ولا بيكنج باودر. ولا الماده الرافعه للبسكويت الزبده، البيض. الثلاث بيضات اللي انا بحطهم. الثلاث بيضات اللي انا حطيتهم على 800 جرام دقيق ونص زبده و300 جرام سكر. نص زبده او 500 جرام زبده ونص او 500 جرام سكر. 300 جرام سكر بس. احنا بقى لو هنقول الطريقه بتاعتنا العاديه خالص في البسكويت، انا بعمل على كيلو دقيق، تمام، نص كيلو سمنه، تمام، سمنه عاديه مش لازم سمنه بلدي، اي سمنه هي موجوده زبدة في البيت. وبحط عليهم 200 جرام سكر، عشان انا بحب السكر في البسكويت يكون معقول شويه، قليل مش كتير. 200 جرام سكر بودره. بودره. وما تشتريش السكر من بره، ودي نصيحه يعني. هاتي السكر وطحنيه في البيت، والمحلب هاتيه وطحنيه في البيت. الحاجه لما تكون مطحونه في البيت بتبقى مفيده، والبره بيحطوا على السكر نشا، تمام. فاحنا مش عايزين في النواعم بالذات يكون موجود فيه نشا، عشان ما ينشفش كمان مني البسكوتات بتاعتي. ايوه. فاحنا بنجيب نص كيلو دقيق، نص كيلو سمنه على كيلو، قلنا على كيلو دقيق على كيلو دقيق كامل، مش هنشيل منه حاجه بالظبط. نص كيلو سمنه. ايوه. وهنحط بعد كده السكر، وبنضربهم مع بعض يعملوا الفوم. 300 جرام برضو سكر. لا 200 جرام. 200 بالنسبه بالزبده يبقى بالسمنه بيبقى 200 جرام سكر. بحطه بضربه بيعمل لي فوم. انزل بالثلاث بيضات، بيضه كاملين، مش ما فيش بياض وصفار، لا 3 بيضات كاملين. ده بالنسبه للبسكويت. وبعدين بنزل ب 200 ملي لبن، وعليهم معلقه نشادر، ويكون اللبن بارد مش دافي، بارد عشان ما يتفاعلش مع النشادر. تمام. وممكن احط كمان معاه نص باكو بيكنج باودر. وبضرب ده كله، وبعدين بنزل الدقيق في الاخر، تمام. طيب. وبرضك بيطلع معايا مكنه عادي، عايزه برضك قمع عادي، اي حاجه زي ما انت حباها ست البيت، القمع شغال والمكنه شغاله. طب نقول بسرعه كده بقى مقادير الغريبه هي ملكه النواعم. الغريبه احنا بنجيب 600 جرام زبده سمنه، بنجيب كيلو دقيق، بنجيب 300 جرام بردك سكر،
بنضربهم الثلاثه على بعض، بنمكس الثلاثه مع بعض، يعني ما بضربش السكر مع السمنه، لا انا بضرب الثلاثه مع بعض. وما بتاخدش بقى ولا بيكنج باودر لا ولا لا اي لا، حاجه؟ اهم حاجه تخدمي عجينه الغريبه كويس جدا عشان تطلع معاكي يعني ايه ناعمه اخدمها؟ وهشه. تخدميها، تضربيها كويس في المضرب تمام. عشان تطلع معاكي ناعمه وهشه وجميله كده زي ما احنا حاطين. وممكن تحطي بقى ايه المكسرات، اي حاجه على الوش ممكن تحطيها. نقول بسرعه البيتي فور. البيتي فور ده سهل جدا. الزبده قد ايه؟ احنا بنجيب نص كيلو زبده، بنحط عليه 4 بياض بيض. هنا بقى احنا البيض اختلفنا. لوحده؟ ايوه. 4 بياض بيض، وبنحط عليه 175 جرام سكر بودر، وكمان بنضربهم مع بعض يعني احنا بنضرب السكر والزبده الاول يعمل فوم، ننزل بالبياض بيض يتضربوا كويس جدا، والفانيليا طبعا، وبعد كده بننزل ب 650 جرام دقيق. طيب الحفظ بقى عشان احافظ او احفظ حلويات العيد لاطول فتره ممكنه، احفظها ازاي؟ احنا بنجيب علب محكمه محكمه الغلق. ايوه كويس جدا، وبنحط الحاجه بتاعتنا وبنسيبها. منال سيد الشيف الرائعه بتاعتنا اللي دايما يخليك يا بتساعدنا رب. ودايما بتعمل لنا احلى كحك واحلى حلويات واحلى وجبات. بشكرك جدا وعيد سعيد عليكي علينا وعلى وعلى الأمة كل الإسلامية احبائنا كلها. المشاهدين. يا رب. وخليكم معانا لسه هنكمل معاكم فرحتنا بالعيد من خلال البرنامج اليوم.